بسم الله والسلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ذوق وبنا. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله غادي نديرو كراتان ببقايا الدجاج المشوي. نبدا على بركه الله. كما راكم تلاحظوا هنا عندي كميه مصدر دجاجه، يعني دي فوا كنشوف هكا دجاج محمر ولا يبقى لنا سيرتو الزدر، يعني يجي ناشف. هنا عندي زدر وشويه يعني فتته هكا كما راكم تلاحظوا. ومن جهه اخرى عندي كميه من البطاطا على حساب افراد العائله بالطبع. هنايا قطعتها دوائر تكون شويه رقيقه، نملحها، نديرها شويه تاع الحرور وشويه تاع الزعفران، ونديرها حوالي واحد هكا نديرو واحد الربع مغارف تاع الزيت ولا 3 مغارف هكا، ونخلطوا مليح البطاطا تاعنا في داك الملح والحرور والزيت. خلطوها غايه. ومن جهه اخرى عندي البلا اللي يدخل للفور، راني دهنته مليح مليح يعني بالدهان كما راكم تشوفوا، ونستف كوش الاولى هكا تاع بطاطا. وغادي نضيف عندي حبيبات هكا تاع فرماج بورسيون يعني عادي، نقطعهم يعني هكا عشوائيا فوق البطاطا تاعي، يعني اللي لا كاين صحه لا ما كاينش، ما كان حتى مشكل يعني. ونزيد الطبقه الثانيه تاع البطاطا كما تشوفوا. فوالا فوالا نزيد كميه اخرى من الفرماج، الا كان يعني فرماج رابي كذاك احسن، خير من هاد البورسيون يعني المتوفر في الدار. هنايا عندي نص كاس تاع ما فرغه هكا يعني في البلاط تاعي هكا باش يدير لي لافابير مع البطاطا وطيب تاني في الساع كي راكم تشوفوا، يعني نحطوها هكا على الجوانب ونغلفوا البلاط تاعنا بالالومنيوم. ومدروك رانا شاعلين الكوشه تاعنا تحمى، ندخلوا البطاطا تاعنا طيب ونتلاقاو فيما بعد نكملوا الخطوات تاعنا. جهه اخرى عندي مقله ندير فيها شويه تاع الزيت يعني ومغرف كبير هكا تاع الدهان، نخليهم يحماو. بعد اللي حمى معايا هذاك الزيت والدهان نجيب هذاك الزر تاع الدجاج تاعي اللي فتته يعني هو ناشف، ماذا بينا شويه نحمروه مليح يطرى شويه غايه في داك الزيت وداك الدهان راكم تلاحظوا. نقلبه مليح مليح حتى يعني يحمر غايه ويطرى. هنا توجور راني يعني الاخر نحمر فيه، ومن طون زعما نزيد نتبله شويه، ندير له شويه تاع الملح وشويه تاع الحرور، ونكمل نقعد نحمر في داك الدجاج تاعي مليح مليح. فوالا هنا بعد لكم تشوفوا صايب بدا يحمر غايه يعني وبدا يطرى بهذاك الدهان وداك الزيت راكم تشوفوا. دروك من جهه اخرى، جهه اخرى هنا عندي كريم ليكيد، كريم فريش ليكيد. فوالا غادي نديرها داك الدجاج تاعي يعني هكا باش يعطيني شويه طراوه لهداك الدجاج. ماذا بينا في الكراتان تاعنا ما يجيناش هكا ناشف، ماذا بينا تكون حيه طريه في الماء في المديخ. نخلوه حوالي زعما 2 دقائق اللي تبدا تغلي معنا هكا ويتشرب هذاك الدجاج ديك لا كريم، ونكملوا الكراتان تاعنا. فوالا هنا بعد اللي تشرب معايا ديك لا كريم دروك نقلعه من المقله نديره هنا في طبسي. ودروك راه عندي دجاج هذا واجد، البطاطا صايد نورمالمون تكون طابت. غادي نكوشي انا غير نكراتينو البلاط تاعنا ونكملوا. ها هي البطاطا تاعنا يعني بعد اللي طابت. هنا كاين ندخلوها هكا الفرشيطه يعني تدخل بسهوله. نجيبوا الدجاج تاعنا هذاك اللي راه واجد تاني، غادي نديروه كاع هكا على السطح يعني كغاتا هو ساهل ماهل. من جهه اخرى نعاودوا نستغلوا الماكله اللي تبقى لنا، وهذا كي نقولوا هذه الحاجه كاع تصرانا دي فوا واحد يشي دجاج ويبقى لا سيرتو الزدر، دونك ما نجموش ناكلو الغدوه من داك نحمو هكا ما نجموش هكا نعاودو نستعملوا الماكله تاعنا. بون ستفت الدجاج زدت فوقه الفرماج رابي. هنا عندي كاس كريم ليكيد وزدت لها كاس حليب عفوا. فوالا وغادي نضيف له هنايا 2 حبيبات بيض. هنا اللي يشوف يعني هذا الخليط قليل يزيد الكميه تاع يعني يزيد الكميه. فوالا نخلطها مليح عفوا. هنا ندير لها كميه تاع تاع عفوا تاع الجبن فرماج رابي وشويه حرور، وزيدوا ضيفوا هنا شويه ملح يعني هنا راني نسيته ما درتش. فوالا زيدوا له نتوما تاني شويه تاع ملح وديروه فوق الكراتان تاعكم. فوالا ودخلوه يعني تكراتينا.
فوالا حاولوا تدخلوا كاع هكا تبسطوا باش يدخل كاع الخليط وندخلوه للكوشه. وها هو الكغاتان تاعنا بعد لي تكغاتينا مليح وحمار من الفوق. فوالا كي يجي مظهر يشهي ميم ذوقا والله. فوالا غادي نقسم لكم هكا طرف يعني تشوفوا كي راه كي جا. نتوما خلوه يعني حتى يشد روحه مليح شويه وقسموه. ميم طون كي قال لك يندار ما با في 20 مينوت يندار. فوالا وها هو امامنا. في الاخير معليا نقول لكم ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم. نتمنى دعمكم وخليتكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.